منذ بدايات الثورة، ثورة روجافا، ثورة المرأة، انضممت إلى الثورة، انضممت إلى العمل في المؤسسات. كنت طالبة جامعية في السنوات الأولى، وبعدها دخلت معهد اللغة الكردية، معهد العلوم الاجتماعية للغة الكردية، وتخرجت منه من الدفعة الأوائل والمرتبات الأولى في المعهد. أثناء ذلك أيضا كنت معلمة في المدارس، بداية التعليم أيضا، بداية دخول الإدارة الذاتية ودخول منهاج الإدارة الذاتية لمدارس روجافا. طبعا بداية أحببت فكرة أن أتعلم باللغة الكردية، أحببت أن أتعلم مبادئ وأفكار الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية التي نشرها فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، التي ركز وأعطى أولوية وأهمية للمرأة. طبعا كانت المبادرة الأولى للنساء الكرد، ونحن أيضا كنساء المكون العربي دخلنا هذا المجال، وبعدها النساء المكون السرياني وجميع المكونات وجميع المعتقدات والأديان في روجافا. كنا جنبا إلى جنب، كنا كتف إلى كتف، نقوم بعملنا على أتم وجه، ننشر فكر القائد عبد الله أوجلان وننشر فكر تحرر المرأة. طبعا هذه الفكرة التي دخلت لأذهاننا، نحن شعوب تعايشنا بسلام وبمحبة وأواصر جمعت بيننا جميعا مكونات، لنا تاريخ مشترك، لنا ثقافات مشتركة، لنا عادات وتقاليد في المجتمع التي تربينا عليها وأحببناها وكنا نتعايش معها منذ القدم ومنذ الأزل. بطبع نحن في أحياء مدينة الحسكة كنا المكون الكردي والمكون العربي لا فرق بيننا، وحتى الآن لا فرق بيننا. عشنا بمحبة وسنبقى نعيش على هذا النهج، بعيدا عن أي أفكار، بعيدا عن أي إيديولوجية تكون ضد فكر المرأة وتحررها. كمرأة من المكون العربي دائما نحن قلبا واحد وفكرا واحد وروحا واحدة مع رفيقاتنا المرأة الكردية، صفا واحد في هذا الوقت الحساس، في هذا الوقت الطارئ، بعد إعلان النفير العام كلنا سوية وقفنا لحماية شعبنا، لحماية مكتسبات ثورتنا، لحماية حاراتنا، لحماية مبادئنا التي عشناها وسنعيشها في الوقت اللاحق. طبعا الحماية هي واجب علينا جميعا، سواء نساء، سواء شابات، سواء من أي مكون متواجد هنا، خاصة نحن جنبا لجنب مع رفيقاتنا المكون الكردي. لا نقول أنه يوجد فروقات بيننا، روح المرأة هي الروح الواحدة التي تنتصر في النهاية. ما ظهرت من مشاهد عنيفة ومشاهد وحشية، قتل النساء، رميهن من أعالي البنايات، التمثيل بجسد النساء، هذا كان فعلا إجرامي وفعلا إرهابي. نحن ضد هذه الأفعال. طبعا ظفر الجدائل هذا دليل على وحدة قلوبنا كنساء، محبتنا لبعضنا، تعاوننا وتكاتفنا مهما كانت النتائج. نحن جميعا كنساء يجب أن نكون روحا واحدة في العالم أجمع، وخاصة في روجافا. عندما نظفر الجدائل معناها أننا نحن روحا واحدة وفكرا واحد وقلبا واحدا مع بعضنا البعض.